تخيل معي أن المسلم والمسلمة بيد كل منهما أن يحصل على أجر 50 شهيد عاشوا في عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ الذي قال هذا هو سيدنا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الجامع الصحيح، وصححه الشيخ الألباني أيضا في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر. من ورائكم زمان صبر، يعني زمان يدعو إلى الصبر، زمان تنتشر فيه الفتن ويزين فيه الحرام ويحارب فيه الحلال. هذا الزمان سماه النبي زمان صبر، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. الذي يتمسك بالحق في هذا الزمان الذي نعيش، الذي يتمسك بالكتاب والسنة، الذي يلتزم أدب الشريعة في الحلال والحرام وفي الأمر والنهي وفي العبادة، في الأخذ في الترك، هذا قد يعطى أجر 50 شهيد ممن عاشوا على عهد سيدنا صلى الله عليه وسلم.